الضحية باباكيتسا إيرينا البالغة من العمر 34 عاماً من اليونان، والتي ارتكبت يوم الأحد 17 أغسطس 2025 في مسكن في كلوراكا. تلقت الشرطة حوالي الساعة 17:30 من مساء أمس بلاغاً عن إصابة امرأة وطفل في أحد المساكن بمنطقة كلوراكا. وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، حيث عثروا على امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً وقد فقدت علاماتها الحيوية، بالإضافة إلى صبي يبلغ من العمر 14 عاماً مصاباً. كما عثر في مكان الحادث على رجل يبلغ من العمر 53 عاماً مصاباً أيضاً. تم نقل الشاب البالغ من العمر 14 عاماً والرجل البالغ من العمر 53 عاماً إلى مستشفى بافوس العام، حيث تلقي العلاج الطبي. صدرت مذكرة توقيف بحق الرجل البالغ من العمر 53 عاماً، وألقي القبض عليه لتسهيل استجوابه. نقل لاحقاً إلى مستشفى نيقوسيا العام حيث يتلقى العلاج.